يا ست الكل وحشتينا. قلنا نيجي نشقر عليكي ونشرب الشاي معاكي. ده لو مش عندك مانع تستضيفينا النهارده عندك. ازيك يا عنايات؟ وحشتيني. منورة يا ست عنايات. امال فين الحاج جمال؟ انا قلت اجيلك النهارده علشان جيتي على بالي قوي، وجبتلك حاجة بسيطة يا رب تعجبك. الله، هي عنايات فين؟ يا عنايات، الحاج جمال اهو. تعالوا اتفضلوا، نورتوني. اهو ده حال الحاج جمال، قاعد مكانه مستني الباب يخبط، فاكر ان اللي جاي حد من اولاده، لكن لا حس ولا خبر. الولاد بقوا قاسيين قوي يا اميرة، ما عادش حد بيسأل عليا ولا عليه خالص. الاولاد؟ هو احنا كل ما نيجي نلاقيكم لوحدكم يا عنايات؟ هما فين؟ وليه سايبينكم في الحالة دي؟ ازاي تهونوا عليهم بالشكل ده من غير ولا سؤال ولا كلام، وخصوصا ان هم عارفين حالة باباهم؟ لا يا عنايات، مش كده. كل واحد اتلهى في دنيته يا أميرة، اللي مشغول بشغله واللي مشغولة ببيتها. بيقولوا بكرة نيجي واليوم بيجر شهر، واحنا هنا من عد الساعات يا أميرة، معدناش حاسين بيومنا. خايفة نموت لوحدنا يا أميرة. البيت واسع بس من غير ريحتهم بيبقى كئيب. الحاج جمال ما بقاش يتكلم، مستني بس نظرة من حد فيهم. وحدي الله يا طنط عنايات، تموتوا لوحدكوا ايه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ ده احنا كل يوم نشقر عليكي بدري بدري، وبالليل اتصل بيكي. اهدي بس يا طنط عنايات وما تعيطيش، دموعك غالية عليا قوي. تاكلي تفاح؟ طنط عنايات، وبتاكلي تفاح كمان يا فيفي؟ ايوه يا اميرة، جعانة، اعمل ايه بس؟ حسي على دمك يا فيفي. يا جماعة، اهالينا كبروا ومش محتاجين مننا فلوس ولا هدايا، هما محتاجين احنا، محتاجين يحسوا ان تعب سنينهم ما راحتش هدر. نصيحة لكل ابن وبنت، الايام بتجري، واللحظة اللي بتعدي وانت بعيد عنهم مش هترجع تاني. ما تستنوش المناسبات عشان تروحوا، روحوا عشان هما وحشوكم بجد، روحوا عشان تاخدوا البركة اللي هتفتح لكم أبواب الرزق في حياتكم. صلة الرحم مش واجب بنأديه، دي طوق نجاة لينا قبل ما يكون ليكم. احنا اللي محتاجينهم مش هما اللي محتاجيننا. املوا بيوتهم بضحكتكم قبل ما يسكنها السكوت. بروا أهاليكم علشان تلاقوا اللي يطبطب عليكم لما تكبروا. ما تشيليش هم يا ست الكل، احنا جنبك، وولادك اكيد هيرجعوا. مفيش حد بيقدر ينسى جنته وناره للأبد.